السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم بديل ورق البسطيله. كنحتاجوا للحشو ديالنا كاس ديال الماء ديال العنبه، كاس ديال الدقيق ديال الشعير، معلقه ديال الدقيق، او كديروا الدقيق ديال النشا، كديروا قليل من الملح، كنديروا نفس الكميه ديال الدقيق هي نفس الكميه ديال الماء، وكنبقاو نزيدوا الدقيق بالتدريج وحنا كنحركوا. خاص هاد المرحله خاصنا نحركو مزيان، حيت هذاك الدقيق خاصو ما نبقاوش نشوفوا الحبيبات في الماء. خاص الخليط يكون متجانس. كنزيدوا الدقيق او النشا الذره، شويه الملحه كما كتشوفوا. خاصني نبقى نحرك مزيان هنايا. دوك الحبيبات ما خاصهمش يكونوا باش تجي الورقه ديالي متجانسه. هنا خدمت بيديا باش بحال هكا نتحكم في الخليط مزيان. كنستمر في التحريك حتى كنحس بالخليط انه تجانس، كيجي بحال شي كريمه. شوف ملي كنهز يدي بحال الكريمه، وكنخليه يرتاح واحد شويه. كندوزو دابا المرحله ديال الطياب. كنحتاجو مقله كتكون ما كتلصقش، وكنبداو نيطاليو بشيته بحال هكا، شيته ديال السيليكون اولا شيته بحال هكا ديال بحال اللي درت انايا. كنبقاو ندهنوا الجوانب هما الاولين، كنشكلوا دائره، من بعد كندوزو للوسط. ولا بقات لينا شي جانب ما فيهش العجين كنقادوه. كنديروا على نار مهيله، ما كنديروا لا فابور ولا حتى شي حاجه، اوتوماتيكمون ديريكت على البوطه. مني كتبدا لينا انه الجوانب بداو كيتهزوا، كنجربوا بالموطوش بداو كيتهزوا صافي. كنخليهم واحد 3 دقائق بحال هكاك. ها هي كيف ما كتشوفوا صافي. كنبداو نهز. هنا راه جاتني سخونه ما قدرتش نهزها، داكشي علاش. ها نتوما شوفوا شتو كي كتجي. و اون فوا كنهزوها خاصنا ندهنوها بالزبده. انا درت هنا الزبده بلديه باش نبقاو ديما في اطار التغذيه الصحيه. خاصك دهنها بالزبده بلديه باش ما تكرمش من الجناب، وتغطيها بزيف باش تحافظ على الطراوه ديالها. هذيك الطريقه الاولى. دابا الطريقه الثانيه كنخدمها بيديا. كنحاول انني ندير العجين في يديا باش ما نخليش الفراغ ما بين يدي وما بين المقله، باش ما نحرقش يديا، بحال الطريقه اللي كيديروا الفوارق البسطيله اللي كتبع على الزنقه. بهذه الطريقه كندير ديما العجين في يدي، ما كتلامش يدي خاويه المقله باش ما نتحرقش. وكنبقى حتى نغطي جميع الفراغات صافي. ونفس الطريقه كنخليها حتى كتحمر من الجناب، كتبدا كتبان ليا كتفرق العجينه من الجناب، الورقه كطلع صافي. ها نتوما شوف كتبان ليا. كنتمنى انني نكون كنشرح لكم مزيان. مني كتبدا تفرق العجينه على المقله من الجناب ديالها صافي كنهزها. ها هي هنا تزادت ليا كامله. كندهنها بالزبده بلديه وكنديرها باش نغطيها بمنديل. ها هي بهذه الطريقه خاصها تدهن مزيان بالزبده بلديه صافي. كنغطيها بمنديل. هنا غادي ندوزو للحشو. انا اختاريت انني ندير الحشو بصدر ديال الدجاج. درت شويه ديال الثومه مع شويه ديال الزيت، زدت عليهم بصيله، خيزو والقرعه، درت شويه ديال التوابل، ملحه، ابزار، سكينجبير، وشويه ديال العطريه ديال البسطيله، ودرت صدر ديال الدجاج. من بعد ما طاب وتشحر ليا داكشي مزيان، هنا كنعمر الوراق ديالي. هاد الوريقات شويه راه ما شادينش في راسهم حيت ما عمرتهمش. عمرتهم حتى النهار الثاني عاد عمرت الوريقات ديالنا، ولكن كيبقاو بديل صحي ممتاز. وصدقوني جاو بنانين بزاف. هنا كنسد بالبيض ديال البيض، كنسد البريوات ديالي بالبيض ديال البيض. هما هنا من بعد ما طابوا راه جاو مقرمشين، تقرميشه حاضره وبقوه، ولذاذين بزاف وبنان، واحد المذاق رائع. شوفوا التقرميشه راه مقرمشين تبارك الله وزوين. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديالي ولقاو بدائل التغذيه الصحيه، ناكلوا بلا ما نهلكوا صحتنا.